من هي عايشة القنديشة وشنو قصتها؟ خليك تسمع. قصتنا اليوم تحكي عن أسطورة مغربية مرعبة منتشرة بالزمن السابق. قصتنا اليوم تحكي عن سائق كان يمشي بطريق شوي بعيد عن المدينة مالتهم وبوقت الليل، والسائق يقول وانا امشي بالطريق واما اذا مرة واقفة بنص الطريق تأشر لي، ويقول هاي المرة شفتها شعرها اسود ولابسة لبسة بيضة مثل البدلة، والسائق يقول قالت له هاي المرة اريدك توصلني الى اقرب قرية بالمدينة، ويقول صعدتها واخذتها وياها بالطريق، لكن على طول الطريق وانا امشي هاي البنية لا حكت ولا سوت شيء، والسائق يقول وانا امشي بنص الطريق سمعتها قالت لي اوقف هنا، وهنا السائق يقول وقفت وخليتها تنزل من السيارة، وانا بوع عليها شفتها بتعدت خطوتين وراحت الكهف ودخلت بيه واختفت، ويقولون ان هذا الكهف اللي دخلت بهاي المرة هو كهف عايشة القنديشة. اما الاسطورة المغربية يقولون هي مرة عبارة عن مرأة جنية، ويقولون ان عايشة قنديشة تسكن الغابات والوديان والمستنقعات والينابيع، ومن حيلتها الخبيثة اللي تصيد بها الضحية هي تشكلها على هيئة مرأة جميلة، وبهيك طريقة حتى تجذب الرجال وتاخذهم الأضفاف البحر أو الوديان، تقتلهم وتاكل لحمهم وتشرب دمهم. وأما القصة الحقيقية يقولون هي مرة كانت عايشة بالقرن ال15 باحتلال البرتغال للمغرب، ويقولون هاي المرة الجيش المحتل البرتغالي قتلوا عائلتها، ومن سبب حرقة قلبها وانتقامها على عائلتها استخدمت حيلة ذكية جدا، وحيلتها الذكية اللي كانت تستخدمها ويا الجنود البرتغال هي جمالها اللي تستدرجها بيهم وتاخذهم للمستنقعات وتقتلهم بطريقة شرسة، ومن قد قوتها وذكائها وشراستها اللي كانت تسويها ويا الجيش البرتغالي اعتقدوا ان هي جنية مو مرة طبيعية. وهسه اللي جاي تتابعني دير بالك تطلع بسفرة بوقت متأخر من الليل، لان احتمال يشوفك عايش القنديشة وتسويك عشاء مرتب وعليك دبس الرمان. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو، وهسه كتبونا بالتعليقات شنو رأيكم بالقصة، وحطونا رايكم متابعة وكتبونا رأيكم بالتعليقات.